3 4 7 8. الجهاز ده مفيش ستريمر يقدر يستغنى عنه. ده ميكسر فايفاين سي 8. بالمختصر المفيد ان الجهاز ده بيقدر يتحكم لك في كل الاصوات اللي انت بشغلها في نفس الوقت. ففي العلبه بتاعته هتلاقي المانيوال وبعدين جهاز الميكسر، وهتلاقي سلكين، واحد منهم سلك التشغيل وبيكون تايب سي وبيدي باور للجهاز، والسلك التاني واصله اي يو اكس 3.5 مللي. لو انت وصلت الوصله دي في الموبايل وبعدين ركبت الطرف التاني في منفذ الاي يو اكس ان، ده معناه لما تيجي تشغل اي صوت على الموبايل هيطلع لكل الناس في اللايف، وبتقدر توطي وتعلي الصوت من بكره الاي يو اكس. والصوت اللي انت مشغله على الموبايل ممكن تقدر تسمعه عن طريق السماعه، عن طريق انك توصل السلك بتاعها في منفذ الهيدفون. ولو حابب تسمع صوتك وانت بتتكلم في المايك هتدوس على زرار مايك مونيتور وهتلاقي نفسك بتسمع صوتك وانت بتتكلم، وتقدر توطي وتعلي الصوت اللي انت بتسمعه عن طريق بكره اوتبوت، وممكن تعلي وتوطي بكره المايك وهتلاقي ان الصوت بيقل جدا. وانا موصل مايك الفايفاين كي 6800 عن طريق سلك اكس ال ار بتشتريه منفصل. بوصل السلك بالمايك وهتلاقي منفذ في الميكسر لتوصيل سلك اكس ال ار، والمايك ده ممكن تشغله عادي عن طريق سلك تايب سي، ومش هتلاقي فرق في قوه الصوت سواء وصلته لوحده او عن طريق الميكسر. اما منفذ الهيدسيت ده لو عندك سماعه وفيها مايك عشان تشغل المايك بتاعها بدل ما تستخدم مايك خارجي. وكمان الميكسر ممكن تشغله على جهاز بلاي ستيشن بدل البي سي عن طريق انك تسحب الزرار ده البي اس 4. وعشان تربط الميكسر بجهاز بلاي ستيشن 4 هتلاقي منفذ اسمه اوبتيكال ان، ده سلك بتوصله من بلاي ستيشن 4 للميكسر. وعندنا بعد كده اخر زرار واللي محطوط على وضع الديناميك، لان نوع المايك اللي بتكلم منه دلوقتي ده ديناميك، انما تسحب الزرار الناحيه الثانيه لو المايك بتاعك كوندنسر، وبعدها هتفعل زرار ال 48 فولت لان مايكات الكوندنسر بتحتاج طاقه اعلى. وعندك اخر زرار بيغير كل الالوان ولو دوست عليه لمده ثانيه بيفصل الاضاءه نهائيا. وعندك 4 زراير تحت تقدر تسجل عليهم صوت لمده 15 ثانيه، مجرد انك تفضل دايس على الزرار واول ما يتحول للون الابيض كده انت بتسجل صوتك، وبعد ما بتخلص تشيل صباعك. انا مسجل على الزرار ده صوت، هدوس عليه واسمعك الصوت. ولو السماعه بتاعتك بتدعم الصوت المحيطي عندك زرار ال 7.1 بتدوس عليه وتفعله، وفي زرار بيقدر يغير صوتك لاكتر من صوت عشان تقدر ترازي اي حد. 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 7 8. وعشان تلغي الاصوات دي تدوس عليه لمده ثانيه. وعندك زرار ايكولايزر فيه 3 مودات، وده بيعدلك حاجه بسيطه في الصوت اللي انت تسمعه من السماعه. واخر حاجه موجوده في الميكسر البكره اللي بتوطي صوت اللعبه، او تعمل العكس انك تعلي صوت صحابك وتوطي صوت اللعبه. ولو انت عايز تعمل ميوت للصوت مجرد بس تدوس كليك على البكره اللي عايز تتحكم فيها ويعمل ميوت للصوت. ورابط الشراء والسعر في البايو.